عسلامة ومرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب. إذا أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة عراقية وسهلة وبلمسات تونسية، واللي هي كبسة الدجاج وبطريقة سهلة وبسيطة. حتى المقادير كلها نكتبهم لكم في صندوق الوصف وباش نجموا تعوضوهم. خذيت اول حاجه فخاد الدجاج، غسلتهم بالباهي ونحيت لهم الجلده نتاعهم وغسلتهم بالخل. ومن بعد اخذت بصله قصيتها بالطريقه هذه واربع فصوص ثوم. خذيت حبه طماطم قصيتها مربعات، وخذيت ملون غذائي وحطيته في شويه ماء، وهذه راهي اختياري تنجموا تعوضوا بالزعفران اذا مش موجود عادي. وبالنسبه للتوابل هني باش نعطيهم لكم: مغرفه صغيره بابريكا، مغرفه صغيره توابل الدجاج، مغرفه صغيره زنجبيل، مغرفه صغيره فلفل اكحل، ومغرفه صغيره كركم. وبالنسبه للتوابل الصحيحه خذيت كعبتين لومي، وخذيت عودين قرنفل، وخذيت معاهم حبات متاع هيل، وخذيت معاهم زادة ورقتين رند. وهذه هي المكونات. اول حاجه نعملوها لازمنا نحو الماء من الدجاج على خاطر ديجا بطبيعتنا باش نزيدوه الماء، دونك نحاول ننشف على قد ما نقدر بالبابي كما تشوفوا ونحي منه الماء. بعد ما نشفت الدجاج اول حاجه باش نعملها باش نفوحها، دونك نخلط التوابل نتاعي كلها مع بعضها بالباهي. ومن بعد باش نزيد اشطر الكميه على الدجاج نتاعي. علاش اشطر الكميه؟ على خاطر الاشطر الثاني باش نستعملوه في الروز. توا باش نضيف نص كميه البهارات كما قلت لكم على الدجاج، ونستحفظ بالكمية الأخرى على جنب. وباش نزيد اشطر كمية الملون الغذائي على خاطر من بعد باش نزيدها للروز. باش نخلط كل شيء مع بعضه بالكدا لين يتبدل لون الدجاج للون الأصفر، وبعد باش نوريكم كيفاش نحضروا الصوص. اخذت الكسرونه متاعي كيما تشوفوا، حطيت فيها زيت زيتونه، ومن بعد باش نحط الدجاج متاعي يتقلى بالباهي. لازم نقلوه وياخذ وجه لين يحمر شويه، ومن بعد باش نكملوا المكونات الاخرى. بالطبيعه ما تنسوش الملح، راني لازم معناه نزيدوا الملح. بالنسبه لي حبيت نملح كل حاجه وحدها. دونك بعد ما تقلى الدجاج واخذ وجه كيما تشوفوا باش نزيد البصل والثوم بعد ما هرست الثوم، ومن بعد باش نزيد عليهم أورقات رند وحبة اللومي، وباش نزيد كعبة الطماطم زادة. باش نخلط كل شيء مع بعضه بشوية بشوية. نردو بالنا على خاطر الدجاج بعد ما ياخذ وجه راه يطيب من برا شوية، دونك نحاولوا ما نفترشوشي ونخلطوا المكونات الكل باش تتجانس مع بعضها. نزيدوا مغرفتين طماطم حكة تومات كونسونطري، وزدت شويه ماء في نفس البول اللي خلطت فيها الدجاج باش نربحوا يعني العصاره متاع البهارات، وصبيتها. ومن بعد باش نزيد عليهم الماء زاد كيف لين يتغمم الدجاج الكل، ونخليه يطيب على راحته باش نخلط بالباهي. ومن بعد باش نخليه يطيب على راحته تقريبا لمدة 30 دقيقة، وكل مرة نتفقده ونعريه. وتو نوريكم كيفاش نتحصل عليه. لهني نتفقد فيه باش نحركه، حبيت نوريه لكم وباش نزيد نخليه يطيب. شوفوا ما شاء الله لهني كيفاش اوقف على زيته. توا باش نحي الدجاج. الصوص باش نخليها مرخوفة شوية على خاطر باش نطيب فيها هي نفسها الروز باش يجينا فاوح وفيه القوم تاع الدجاج. دونك باش نحي الدجاج في اول مرحلة، ومن بعد باش نوريكم كيفاش باش نطيب الروز ونتحصلوا عليه كعبة كعبة يجينا ما شاء الله.
في مرحلة أخرى خديت كسرونة متلصقش وحطيت فيها شوية زيت زيتونة وحطيت البهارات الصحيحة متاعي اللي هما الهيل والقرنفل، وحطيت الروز. نجموا تستعملوا أي روز، من الأحسن إنه هو يكون روز بسمتي، لكن راهو مش شرط، تنجموا تستعملوا أي روز متوفر عندكم. بعد ما سخنا الزيت متاعي شوية حطيت الروز وحطيت عليه نص البهارات اللي خليتها في أول الفيديو، وزدت عليه الملح كالعادة باش نخلط كل شيء لين البهارات تتخلط بالباهي مع الروز. ديما لازم نخلوه الروز يتقلى شوية مع البهارات باش هما يسيبوا العصارة متاعهم والروز يتقبلها. في مرحلة أخرى دونك توا مازال باش نزيد الملون الغذائي باش نتأكد اللي اللون لازم يكون أصفر. إذا باش تعملوه بالمية نجموا تعملوه بالمية، لكن أني من بعد بدلت رأيي وعملته بالصوص، زدت الصوص وغطيته وخليته يطيب 20 دقيقة، ومن بعد غطيته وخليته ربع ساعة يرتاح قبل ما نحطه في الطبق متاعي. شوفوا ما شاء الله الرز لهني راهو مازال سخون وراهو يجيكم بنة عالمية. هذيك هي طريقة تطيب الرز، راهي سهلة على الاخر. وشوفوا ما شاء الله كيفاش يجيكم مفرك، ولهني برد شوية لكن راهو بنة والدجاج يجيكم طايب في حقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، وان شاء الله تجربوها ونتقابلوا في وصفة اخرى المرة الجاية ان شاء الله، وبالسلامة.